المؤسسات الإدارية والمالية كذلك حتى المقاولة الفلاحية. صباح الخير. خير ما الحكيم يلقيها على مسامعنا المقرئ إلياس جابري. شكرا. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما فينا سرور وفرح وصلاة وسلام على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه خير أهل ومعشر. أما بعد، معالي السيد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد مدير التعليم والتكوين والبحث، السيد المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء سطات، السيدات والسادة مديرات ومدراء المعاهد الفلاحية للتكوين المهني. أيها الحضور الكريم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نقول لكم حللتم أهلا ووطأتم سهلا، يا من أضأتم سماء حفلنا ورسمتم بحضوركم لوحة من الاعتزاز والفخر. فمرحبا بكم في اختتام الدورة الثامنة لمنتدى متدربي معهد التكوين المهني الفلاحي. بهذه المناسبة نتقدم بخالص عبارات الشكر والامتنان لمعالي السيد الوزير أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. حضوركم معنا
حضوركم معنا هو بمثابة ليس هو فقط حضور رسمي، بل هو بمثابة لحظة يتوقف فيها الزمن احتراما وتسطرها ذاكرتنا اعتزازا. إن حضوركم معنا، إن كلمات الترحيب لن توفي شعورنا، لن تعطيه قدره، فنحن سعداء جدا بلقائك هذا اليوم. باش كمواهب هيا ما شاء الله تبارك الله صلى على النبي، المستقبل غنشوفها واحد الصحفيه كبيره ديال الفلاحه ان شاء الله. اذا شكرا. كلمات ترحيبيه. Madame la secrétaire générale de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les directeurs, tout confondu, chers stagiaires, c'est pour moi un immense plaisir que je prends part à cette 8e édition du Forum du stagiaire de la formation professionnelle agricole, qui constitue un rendez-vous important pour valoriser les formations professionnelles agricoles et célébrer l'engagement de nos jeunes dans le développement d'un secteur stratégique pour notre pays et notre agriculture. Cet événement s'inscrit dans la continuité des efforts du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, pour renforcer le capital humain conformément aux orientations de la stratégie Génération Green, qui place la jeunesse au centre de la modernisation de l'agriculture dans notre pays. Mesdames et Messieurs, l'agriculture marocaine évolue rapidement, intégrant les technologies modernes, des pratiques durables et des filières émergentes. Pour répondre à cet impératif, le dispositif de formation professionnelle agricole continue de diversifier son offre et d'intégrer des approches innovantes dans le cadre du partenariat public-privé, en collaboration avec les interprofessions et les acteurs privés. السيد الوزير يسلم الهديه والسيد المدير وكذلك السيده الكاتبه العامه. مرحبا مرحبا. السيد المدير المعهد. هنيئا لمعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحه بمدينه زراير. الزرع مع السيد وزير الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات، والسيد مدير التعليم والتكوين والبحث، والسيده الكاتبه العامه للتكوين. المناطق الجنوبيه جاءوا من مدينه بربيل هذا المنتدى واصروا. يلا ولاد كلمي فيكم، يلا 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 دغيا. كانت من نصيب معهد سيدي محمد التقنيين المتخصصين في التدبير والتسويق الفلاحي. نسلم الهديه السيد وزير الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه والمياه والغابات.
لتكريم متخصصين في التدبير والتسويق الفلاحي على التنظيم، وخصصنا لهم هديه سيتقبلها السيد المدير وسيسلمها السيد وزير الفلاحه والصيد البحري والتنميه القرويه ومياه الغابات. مشكورا.